السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. هنعمل زي ما انتم شايفين الطبق الخطير ده. طبعا طعم حكايه، وطبعا الكل بيحبه ومفيش ابدا اي حد بيختلف عليه. هنعمل شيش طاووق الفراخ، وكمان هنعمل معاه رز مشاوي، او كمان هنعمل معاه عيش شامي، وبيبقى طعمه خطير فعلا بالعيش الشامي، احسن من الرز كمان. فزي ما انتم شايفين انا معايا دي مكعبات من قطع الفراخ. تنفع طبعًا بالصدور الفراخ، وتنفع كمان بأوراق الفراخ. فأنا دي كان صدر فرخة، فأنا مقطعاه مكعبات زي ما أنتم شايفين كده. وهاجيب طبق كده عميق، وهابدأ كده أحط علبة زبادي كده، وبعد كده أحط معلقة برضه من التوم المفروم زي ما أنتم شايفين. وهنا بقى هاحط التوابل بتاعة الشيش طاووق، دي كانت عندي أنا، كنت واخدة منها قبل كده، وهاكمل بالتوابل العادية. فأنتِ طبعًا لو نحي الخلطة دي أو التتبيلة دي على جنب كده، واستخدمي التوابل الموجودة عندك في البيت. طبعًا بنحط كزبرة ناشفة، وبنحط كمان بابريكا، شوية كده وبنحط صغيرين من القرفة المطحونة، وبرضه بنحط شوية فلفل صغيرين، نحط شوية كمون صغيرين، ومعلقة ملح، ونحط معلقتين كبار من الزيت. نحاول ما نكترش التوابل، بحيث ان احنا نحس بطعم الفراخ كده، يعني التوابل ما تطغيش على طعم الفراخ. وهنحط معلقة صلصة كبيرة طبعا برضو مع البابريكا، هتدعم لنا اللون، واللون هيبقى جميل جدا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو طبعا. وبعد كده معاكي ليمونة كبيرة كده او ليمونتين، زودي الليمون حلو قوي، بيديله طعم حلو. هنحط طبعا ليمونة كده نعصرها، ونبدأ بقى نقلب كل المكونات كده تقليبة كويسة. وبعد كده ننزل بقى بمعلقة من هريسة الشطة، برضو هتدعم لنا اللون مع الصوص الطماطم ومع البابريكا. وممكن تستغني عن الخطوة دي، ما تستخدميش هريسة الشطة، انتي يعني وراحتك، بس هي تديها برضو لون حلو وطعم حلو. بعد كده هجيب بقى قطع الفراخ اللي معايا، وهبدأ بقى انزلها بقى في التتبيلة واقلبها كويس كلها، بحيث ان هي اغمرها كده كلها في قلب التتبيلة، واسيبها كده على جنب. ولما اخلص بقى وتاخد هي من التتبيله ارجع لها تاني. انا سيبتها ساعتين بس، هو ده الوقت اللي كان متاح عندي. انت ممكن تعمليها من بالليل وتحطيها في التلاجة وتشتغلي فيها تاني يوم، هيبقى الطعم مختلف كمان يعني. كل ما تستنى في التتبيله هتبقى جميله. المهم ان انا رجعت لها بعد ساعتين، كانت بالشكل ده طبعا، خدت من التتبيله. بعد كده الخطوه اللي معانا، انا طبعا دي عيدان الشيش طاووق. انا كنت طبعًا نقعاها في مَيّة وجبتها صفيتها زي ما أنتم شايفين كده. ومعايا طبعًا ده الخضار اللي أنا هاستخدمه، معايا بصل، ومعايا فلفل أخضر، ومعايا فلفل ألوان، ومعايا كمان طماطم. بنقطّع طبعًا كم البصل والخضار كلّه، يعني بنسبة تكون قريبة من بعض، يعني حجم قطعة البصلاية يكون قد حجم قطع الفلفل، علشان يبقى كلّه يستوي مع بعضه، يعني الخضار كلّه يستوي مع بعضه. وكمان دي الطماطم اللي معايا، الطماطم دي اللي هي طماطم يعني متوسطة، مش هي الطماطم الصغيرة اللي هي الشيري دي. لو الطماطم اللي هي الشيري دي هتحطيها بحالها كده زي ما هي، مش هتقطعيها ولا حاجة. لكن دي كانت طماطم صغيرة، بس يعني حجمها مش صغير قوي، فعشان كده حسيت ان هي هتكون كبيرة، فقمت قسماها نصين، علشان يبقى حجمها مناسب للخضار اللي معايا. انت طبعا ما عندكيش الطماطم دي او الصغيره دي، هتستخدمي عادي الطماطم العاديه، تقطعيها مكعبات، يعني يكون قريب من حجم الخضار اللي انت عاملاه زي ما قلت لك، علشان طبعا الشكل بتاع العود الشيش كده يبقى شكله حلو، وكمان الخضار كله يستوى مع بعض، وياخد وقت واحد في في السوا. فانا زي ما انتم شايفين، انا اول حاجه بعملها بحط الاول قطعه البصل، وبعد كده قطعه الفراخ ورا قطعه البصل، وبعد كده بقى تحطي الفلفل بقى زي ما انت عاوزه. انا العود الشيش ده احيانا بعمله بياخد 3 قطع من الفراخ، واحيانا 4، ومش بياخد اكتر من كده. ببدا احط قطعه البصل، وبعد كده قطعه اللحمه، وبعد كده احط او الفراخ، يعني قطعه الفراخ او اللحمه. يعني لو هتعملي شيش طاووق باللحمه هتحطي قطعه البصل ووراها قطعه اللحمه، او انا عشان بعمل بالفراخ هحط قطعه الفراخ، وبعد كده انزل بقى بالفلفل بقى تدرجيه زي ما انت عاوزه. تخلصي الفلفل ترجعي تاني تحطي بصل، وبعد كده تحطي برضو قطعه من الفراخ. وبعد كده اخر حاجه بقى بنحطها الطماطم، بنقفل بيها العود بتاع الشيش كده. الطماطم هتديكي بقى شكل جميل قوي. طبعا انا عملت واحده معاكم خلصتها، بعمل معاكم واحده كمان زي ما انتم شايفين. هخلص بقى الفلفل واقفل بقى بالطماطم. اخر حاجه انا حطيتها الطماطم كده زي ما انتم شايفين بصراحه شكله جميل جدا، يفتح النفس، يتاكل وهو ني. فطبعا الكميه اللي كانت معايا طلعت كميه العيدان دي ما شاء الله جميله جدا. فاتبقى معايا شويه كده من قطع الفراخ،
وكمان قطع من الخضار، يعني ايه شويه كده من الخضار والطماطم. فقلبتهم كلهم كده مع بعض، اعملهم فرشه تحت في الصينيه اللي انا هشوي فيها. بيبقى طعمه جميل جدا، وبيبقى طري وجوسي كده، وبيبقى طعمه جميل والله برضو. فطبعا جبت الصينيه اللي انا هستخدمها. طبعا هغلفها الاول بورقه فويل. طب ليه ورقه فويل؟ علشان الصينيه ما تتحرقش معاكي، لان والشيش وهو بيستوي طبعا هينزل من التتبيله، فهتحرق الصينيه معاكي وهتغلبك جدا في الغسيل. فالاحسن تحطي اللي هي ورقه الفويل. انا حطيت بقى ورقه زبده ليه؟ علشان شويه الخضار وقطع الفراخ اللي بقوا معايا ده انا هسويهم تحت في قاع الصينيه، فما حبيتش احطهم على ورق الفويل، فجبت ورقه الزبده دي علشان كده. لكن انتي لو هتعملي شيش بس والبواقي دي مش موجوده معاكي فمش مشكله، مش هتحطي ورقه زبده يعني، وهتستكفي بورقه الفويل. ورقه الفويل يا جماعه لنظافه الصينيه. طبعا لو انت عندك شبكه بتاعه الشوي هتحطي عليها العيدان، بس انا ما عنديش بصراحه شبكه، فحطيتها كده على احرف الصينيه بحيث ان هي تكون مرفوعه، مش نازله في قاع الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. هرصها كلها، يعني كانت حجم الصينيه يعني بالظبط كان ايه، على قد حجم العود بتاع الشيش، فعلشان كده فضلت متعلقه فوق ما نزلتش في قاع الصينيه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هبدأ يعني ايه اقفل بقى ايه ورقة الفويل بورقة يعني ايه، مش عاوزة ورقة الزبدة تبقى باينة. ليه بقى؟ علشان هدخلها الفرن، فبالتالي هشغل الشواية علشان ياخد لون معايا. فالورقة الزبدة هتتحروق معاكي وهتشتعل كده في الفرن، والمنظر مش هيبقى حلو ولا لطيف يعني. فانا بحاول بورق الفويل كده اغطي ورق الالومنيوم ما يكونش ظاهر يعني، بحيث ان هو ما يولعش في الفرن يا جماعة من الاخر يعني. فانا يعني قدر المستطاع كده ايه غطيته. وهبدأ بقى ايه ادخلها على الفرن، وبعد ما تخرج طبعا هنشوفها مع بعض. طبعا دخلتها الفرن وخرجت، شايفين بقى طلعت بالشكل التحفة ده، جميلة 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 يعني، بجد ريحتها طالعة حلوة قوي وطعمها بقى خطير. فانا كنت عاملة عيش شامي. فطبعا ايه انا بحب الشيش جدا بالعيش اكتر من الرز بصراحة. فالسندوتش ده المفروض كان يخصني ويلزمني، بس صراحة سيلة كانت ورايا هي اللي كلته بألف هنا. وعملت طبعا، كنت لسه عاملة معاكم الرز طبعا بتاع المشاوي قريب، فمش كل يوم بقى هدوشكم برز المشاوي. فطبعا ايه جبت الطبق كده وحطيت فيه شويه رز، وهبدا بقى ايه اجيب اللي هما الشويه اللي كانوا اتبقوا معايا اللي هما من غير عيدان، احطهم كده على الرز زي ما انتوا شايفين. بجد كان طعمها حلو قوي يعني، كانت طريه كمان اطرى من الشيش نفسه، وكان طعمها حلو قوي. فطبعا اتبقوا معانا مش هنرميهم او هنركنهم في الفريزر، لا احنا شغلناهم معانا بالمره، وبجد كان طعمهم جميل. والشيش بقى العيدان بقى بالشكل التحفة ده. وزي ما قلت لكم ينفع تاكلوه بالعيش وبيبقى اطعم، والله انا عن نفسي يعني من هواياتي اكله بالعيش اكتر من الرز. وكان ده الشكل النهائي معانا للطبق، بجد حاجة تفتح النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.